وفرای سرد هاتن گرتن و هر دکه سه کس گوشه دون او کسی گوشتن رتبه جوار هات. يعني سر حسابي كي سر حسابي كردا يعني افقى ايشامه تطبيقي كرد كابي شنو يعني تمام دي يروقهم كرد دعوه حقوقي وقتكن دنيا عالم كيش تبد بيك امام شفتن قديم كرد خلق عندنا يعني كم شهر قديم خلق عندنا وفنقل يعني كا خود ایشاوینا آنا لوکیم علی هاتی برباد بس خود ایشاوانا زین ایشامی İnşallah nezik ne durmama İnşallah de haber kesevi bibizi İnşallah embe şeranya ina vakana embe şeranya inşallah السلامة السنة عندنا قلة جديدة بلا ما قلك عايشان يعني الحمد لله صرنا نار على الطريق فتحتي وناظرتي وما قصرتي الحمد لله الحمد لله وعدني ووفى الحمد لله والله ما كنت متوقع هذا اليوم اللي يجي بدون الحمد لله بنعمل كونغرسات بنعمل اكسناجن يا جنين كورنيش جنين قامشلو جنين روجافا ام تايبات سردانا الهبال على وبشتي حفظ صالة أفقاس إيش زحمتي همش بو مالباتي ام دبيشين جابي تروني بيادي دلت تكشبو جابي تروني بوش بو توش بو مالباتا تكشتي همش بو هبال علاجي دبيشين جابي تشيروني بأفقاس الصال تزحمتي دي تايش دي بزنداني دي بویری بو به خاطر گرفتن شبود تباهی ما جنا دایکا هلکی بیش بو هر
تم أو ديمانجي سرق هندنا هاتن دخستين شوا تشتاكي وقت أبو شكرا جواني مي كرد أو خاص يعني ديمانك كرب إيش جبو بينا بويرا هبان على وآزاد يعني بويرا كبراسي إيش بجبو ما تايبات قلين كرد وقلين قامشلو جبو بينا أنا دكتنا بحرد وهبالاس آزاد برنا بحرد وهبالاجي تباهی گلی قامشو که خوش کرد تباهی دایی که خوش کرد تباهی جن که خوش کرد و هر دو جوانی و پشتی باقا سال زحمتی 7 سالا بید و یک خبر جواوره دکتن جبوینا وقت رئیسنا جن کنگراسار هم سر بیبینا سردانا بو مکر دبیجن چاوی ورونی به دلی دایی که گشت کیویر تم دلی دایی که مگش ببین نما ایشا ببینن نما دردا ببینن و همه دایی که می کردا شاد بین و که خوش ببین بارت بیجن چاوی ورونی به هزار جای سر خیلی خبری برسات شبر مكتب نمبر تاكل أمهات مريض أو إيش هذا كيف نقول على نحن قديم الحمد لله تلاقي جيري تعمل أنا لما نموت مرجي قرانا مرجي قرانا براستي وقالك عن قرانا كمان ساعة أنا من الجنب مال باطا بال أزار شكو نقول حدو جواني ما يكون قالك يبغالي وبإيش بون أبال أزار شي هبشين أو يبسيك أجيبي بون جمع كافيه هني يعني هر كسك يبغوا بيهن ليش ويرى تجي مرتك وحيد يعني حدو جوان قالك ويري وانا ولد هاي بلد هو وين كيف وش بنيادي مرت علينا صح يعني ما بعرف كيف صحيح 7 سنين كيف مروا علي انا ما بعرف يعني موت بطيء عموت موت بطيء قوم الديماني بي بس بيكي ديت جوانكو انا بديت يعني قلت عملت موت بطيء يعني انا انصدمت بجبت هو انصدمت يعني كيف لما تنذكر ما تنعب طبعا راح المسك كيف كده لما طلع اول شيء جوانك والحمد لله يعني مضت على خير وبفضل الرفاق وبفضل عبادنا الله يرجعني ابني وحيد لحظة ألف بقي لا في شهيد لا في أسير لا في جريح بالضبط يا في عنده مقاتل بالجبهات ما بينام الليل المهم في مأساة يعني اللي طلعوا على الأرض هذول كلهم عم يدفعوا ضريبة أكيد حقيقة أكيد والوجع مثل ما قالت الرفيقة الوجع كثير كبير بس يعني هي كلياتها يعني كل شبابنا كانوا أسرى ولا جرحى أخذت الشهداء أوفياء بدون شك وهن بيستهدفوا رفاقنا وشبابنا بالقضايا الأسر والتعذيب وهالأمور هاي يكسروا بالله يعني يخليهم بلا معنى أو بلا هدف بس شبابنا ما بس شاء الله الحمد لله شبابنا بإرادة احنا قربنا نجرب كل من السلاح والضغط والنمط فقلنا هلا هون نقاطع يعني شبابنا كسر عنه مو هن بالأسر نفس الشيء كل واحد بيقول أنا المسؤول والثاني بيقول أنا المسؤول قال الكل بيقولوا إذا نعرف المسؤول بيناتهم يعني كل واحد بده يحط الذنب كل واحد عامل حاله الكبير مشان يشيل عن رفقاته هالروح هاي كمان السبب يعني حطت انه ارادتهم انكسرت وهي العنجهيه تبعتهم هي اللي انكسرت قوة شبابنا ونضالهم ووقفتهم وموقفهم هذا ما كان شيء بسيط حقيقة والخوف هو كان ردة فعلهم ليعزقوا أكثر ليضربوا أكثر هاي ردة فعل هي مو قوة هاي ضعف والله العظيم أي انتهاك بحق شبابنا كان ضعف الاثنين اعتبروا ضعف مو قوة الإنسان القوي صاحب مبدأ وخلوق وصاحب ثورة صاحب مبادئ ما بيعمل هيك شيء كل قوانين العالم في للأسير قوانين حقوق طبعا في للجريح الجريح الحرب في حقوق في حتى بالحرب في ضوابط يعني
الواحد ما ينتهكها. هذول يعني ما معهم ذرة إنسانية، ولا بيعرفوا الحقوق ولا القوانين. من وين إجا يعني هالإرهاب تبعهم؟ وكلها بالأخير سوريين يعني. فشلون صاروا سيف بإيد اللي برا. المشكلة الكبيرة هي إنه صاروا سيف بإيد الملفات الخارجية مشان يضربوا فيه الأولاد جدتهم يعني. هي المصيبة الكبيرة. شوفوا بعمر السوري، شوفوا بالغربة، شوفي سوريين واحد. أنا كنت بلبنان قبل هالثورة، اجوا جماعة ليبية يعني صاروا جيراني، بس ما نحلف براس بعض يعني أولادنا أولاد وكذا يعني. ايمت السوريين كانوا هيك أعداء لبعض، هي كلها سياسة صنعوها وضربونا ببعض حقيقة. فلهيك يعني للأسف مثل ما بيقولوا انطقت براسنا يعني. بحربنا الأخيرة بشيخ مقصود إيش صار؟ يمكن جماعة العلوية التحقوا فينا، يعني الشباب العلوي بعد ما جازت العلويين وهي المساكين التحقوا فينا ليهربوا من المجازر. اجت قدام المجزرة نزلت حلب والشيخ مقصود مو عندي هاي. يعني إيريش شيبو مش قادرين نهرب يعني البيت ولو الشركة وانا هبل والله هبل فرق عايزين تاني ليش كده بيش ده عمل رقم بس ايش نقول هذا طياره هذه بس الباص والله يستفاد شيء خلاص على بعض البيت استنى بتشتغل ممكن ناس راسمه هي ما تراسيمه الدين مش شيء الله عندهم الدين بساري بما من بيان حاجز بما نكت حاجز ويا هذا مش يا بني قدام نظام تربل ولا تشمر ولا شيء ولا يمكن يمكن خاص أم وانا بهبر بالشيء أو مش بيدك يدين أنا مش برد بيدك أو دين شيء الحادث بشيء خليني أسفل استثناء البدء الحادث نيجي على بمس مين أروح في الشركة لو خسر أقول له شو مش خسر ما بقول أنا كان نيجي أزايك سيارة ما هو ترى أنا ما بقدر مزار غريب وخبز خلاص سوا أو شيء بيجي مرة ثانية